مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا، وانزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. بعدما ارتبط اسم مصطفى شوبير بتلقي عدة عروض خارجية طوال الفترة السابقة من أجل الحصول على خدماته في الصيف القادم. مصدر بالأهلي يؤكد بأن النادي يرفض التفريط في خدمات اللاعب في الوقت الحالي لاحتياج النادي لخدماته مع الفريق في الموسم الجديد، ويؤكد بأن هناك استقرار كبير داخل الأهلي على تعديل وتمديد عقد مصطفى شوبير مع الفريق وتصعيده ضمن الفئة الأولى لعقود اللاعبين من أجل الحفاظ على خدماته، وذلك بعدما تراجع مستوى محمد الشناوي بشكل كبير مع الأهلي مؤخرا وظهوره بشكل متذبذب في المباريات. مصدر مقرب من مصطفى شوبير يؤكد بأن اللاعب مرحب بشكل كبير بالاستمرار مع الأهلي خلال الفترة القادمة في حال احتياج النادي لخدماته، ويؤكد بأنه لا يفضل الاحتراف عن الأهلي طالما النادي يحتاج لخدماته وهو يستعد لرفض كل العروض التي تلقاها مؤخرا من أجل الأهلي، وينتظر موقفه النهائي من جانب إدارة الأهلي تجاهه عقب نهاية الموسم الحالي لحسم كل الأمور بشكل رسمي ومنع تداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، وينفي وجود أي خلافات بينه وبين محمد الشناوي بشأن خاصية التدوير بينهم في مركز حراسة المرمى، فهم تجمعهم علاقة طيبة تستهدف مصلحة الفريق وليس أي شيء آخر مثلما قيل من جانب البعض لمحاولة تشتيت كل الأمور لجعل أزمة داخل النادي. فهو سعيد بتواجده في الأهلي والمنافسة مع الشناوي على مركز حراسة المرمى من أجل مصلحة الأهلي، وما يقال عن غضبه الكبير بسبب خاصية التدوير فهي إشاعات مستهدفة للتوقيع بينهم، فهم يعملون من أجل مصلحة الأهلي وليس أي شيء آخر. بعدما ارتبط اسم محمد أمين مدافع الترجي بالأهلي الفترة السابقة، تقارير صحفية تؤكد بأن محمد أمين مدافع الترجي لا يمانع فكرة الانضمام للأهلي في الصيف القادم في حال تلقيه عرض رسمي من جانب إدارة الأهلي من أجل الحصول على خدماته، ويؤكد بأن اللاعب مرحب بشكل كبير باللاعب والانضمام للأهلي لكنه يشترط الحصول على راتب سنوي يصل إلى $1,000,000، لكن الأهلي لم يتقدم بأي عروض رسمية للاعب حتى الآن، والأمور لم تتخطى دائرة الترشحات من جانب بعض وكلاء اللاعبين لمحاولة تسويق اللاعب في الانتقالات القادمة. الصحف التونسية تحذر بقوة نادي الترجي الرياضي التونسي من ترك محمد أمين مدافع الفريق للأهلي أحد أكبر منافسيه في القارة على بطولة دوري الأبطال، وذلك لامتلاك اللاعب إمكانيات وقدرات عالية يحتاجها النادي التونسي للمنافسة بقوة على لقب دوري الأبطال في الموسم القادم، وتطالب إدارة النادي بضرورة بذل أقصى جهد لمحاولة تجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه مع الفريق وعدم التفريط في خدماته، خاصة وأن اللاعب كان سبب رئيسي لوصول الترجي النصف نهائي دوري الأبطال نظرا لأدواره الدفاعية بشكل جيد ومساهمته في عدة أهداف مع الفريق. الأهلي يستغل عدم مشاركة محمد عبد المنعم مع نادي نيس الفرنسي لمحاولة إقناع اللاعب بالعودة للفريق مجددا في الصيف القادم، ومحاولات مكثفة من جانب مسؤول الأهلي من أجل إقناع عبد المنعم بالعودة مجددا للأهلي لكونه أفضل الخيارات الدفاعية لتدعيم خط الدفاع خلال المرحلة القادمة. ومصدر يؤكد بأن الأهلي بيكثف محاولاته في الوقت الحالي لإعادة عبد المنعم مجددا بالإضافة لوضع بعض الامتيازات في عقد اللاعب لإقناعه بالعودة، وذلك لرؤية الجميع داخل الأهلي بأنه أفضل الخيارات الدفاعية لتدعيم خط الدفاع، وإنه سيكون أفضل من التعاقد مع مدافع أجنبي قد يتسبب في بعض الحسابات بشأن عدد الأجانب بالفريق، خاصة وأن إدارة الأهلي لا ترغب بتدعيم مراكز الدفاع بصفقات أجنبية رغبتهم الأولى بالتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي قادر على إفادة النادي، وهو ما قد يجعل هناك دوافع قوية للأهلي لإعادة عبد المنعم مجددا لعدم وجود مدافع محلي آخر قادر على إفادة النادي في السنوات القادمة. أحمد شوبير يؤكد بأن هناك العديد من الأخبار والإشاعات الكاذبة التي تطارد لاعبي الأهلي بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ويؤكد بأن النتائج الإيجابية كانت دائما تخفي بعض الأخطاء داخل النادي، لكن الوضع اتغير حاليا مع تزايد تداول الأخبار الغير دقيقة، فالأبواب لم تعد مغلقة كما كانت في السابق، خاصة في ظل تراجع نتائج الأهلي في الفترة السابقة، فتراجع الأداء والنتائج مؤخرا جعل هناك فرصة لتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة. فالأيام السابقة كان هناك العديد من الناس كانوا بيخترعوا الأخبار والقصص الذي لا أساس لها من الصحة، و90% من الأخبار عن الأهلي في الأيام الماضية كاذبة وغير صحيحة.
وبالأخص فيما يتعلق باللاعبين وعن مطالبهم المالية بالحصول على أموال ضخمة من أجل التجديد مع الأهلي. وهذا الأمر لا يصدق إطلاقا بشأن مطالب اللاعبين الضخمة في ظل الظهور بشكل سيء وتراجع الأداء الفترة السابقة. وينتقد بشدة الأهلي بسبب عدم وجود ردود رسمية من جانب النادي لتكذيب كل الأخبار الذي لا أساس لها من الصحة. ويطالب النادي بضرورة وجود متحدث رسمي واضح باسم قطاع الكرة بالأهلي، وذلك لتوضيح كل الحقائق أول بأول ويغلق الباب أمام الاجتهادات والإشاعات، خاصة وأن الأخبار المتداولة لا تبدو منطقية إطلاقا. فشاهدنا الذي كان يتحدث عن اختيار المدير الفني بإيجاد اللغة الإنجليزية، فهذا الأحاديث تفتقر إلى الدقة وغير الواقع تماما داخل النادي. فالأهلي بحاجة إلى تنظيم إعلامي قوي يمنع تسريب الإشاعات ويحافظ على استقرار الفريق في المرحلة القادمة. وعلى الأهلي أن يعيد ترتيب أموره سريعا لإنهاء كل الجدال المتداول في الوقت الحالي، ويتمنى بأن يكون فيه هدوء داخل النادي الفترة القادمة ومفيش أي مشكلة لما الموسم يعدي بدون الفوز بأي بطولة. مطالب أهلاوية قوية بضرورة التعاقد مع محمود أوكا لاعب حرس الحدود بعد تألق اللاعب بشكل كبير مع الحرس في الدوري. ومصدر يؤكد بأن اللاعب يعد من الأسامي التي طرحت بقوة مؤخرا داخل الجهاز الفني بالنادي، خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد مع الحرس. ويؤكد بأن الأهلي يستعد للدخول في مفاوضات مع نادي حرس الحدود للاستفسار عن إمكانية الحصول على خدمات محمود أوكا في الصيف القادم، وذلك بعدما أنال اللاعب إشادات قوية من جانب مسؤول الأهلي على إمكانياته وقدرته وعلى قدرته على تقديم الإضافة المطلوبة للنادي. الأهلي ينفي كل ما قيل في الأيام الماضية عن دخول النادي في مفاوضات مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق ونادي نانت الفرنسي في الوقت الحالي من أجل الحصول على خدماته. ومصدر يؤكد بأن كل ما قيل عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة وعبارة عن اجتهادات صحفية. فاللاعب مرشح فقط على طاولة النادي والأمر لم يصل للمرحلة الرسمية ولا توجد أي نية لدى الأهلي بالدخول في مفاوضات معه رغبة النادي الأولى بالتعاقد مع مهاجم أجنبي. ويؤكد بأن اللاعب كان مرشح للأهلي في انتقالات يناير الماضية من جانب بعض وكلاء اللاعبين، لكن الأهلي رفض الأمر لعدم قناعة مسؤول النادي بإمكانيات وقدرات اللاعب بالشكل الكافي، وأن الأهلي خياره الأول لتدعيم مركز المهاجم التعاقد مع مهاجم أجنبي وليس مهاجم محلي لرغبة النادي القوية بالتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي قادر على إفادة النادي. الأهلي يضع ميزانية خاصة للأستاذ ياسين منصور وكابتن سيد عبد الحفيظ للتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي قادر على إفادة النادي في السنوات القادمة، وذلك لضمان عدم تجربة جراديشار وكمويش والمهاجمين السابقين الذي تعاقد معهم النادي في السنوات السابقة والذي فشلوا في خوض تجربتهم مع الأهلي. ومطالب أهلاوية قوية بضرورة التحرك مبكرا لحسم صفقة المهاجم وعدم الانتظار للأوان الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، وذلك حتى يكون أمام النادي وقت كافي لاختيار المهاجم الأنسب وعدم التسرع في ضم مهاجم لم يشاهده النادي من قبل. الإعلامي هاني حتحوتي يؤكد بأن معلوماته بخصوص الكابتن محمود الخطيب وأزمته صحيحة وحصل عليها من داخل النادي، ويرفض الاعتذار للأهلي والكابتن محمود الخطيب عن تصريحاته الأخيرة، ويؤكد بأن كل معلوماته صحيحة وحصل عليها من أشخاص موثقة داخل الأهلي، ويؤكد بأن أي تعليق آخر سيكون أمام الجهات المختصة التي قدم لها الأهلي شكوى، ويؤكد عن كامل احترامه وتقديره الكبير للأهلي وجماهيره ومجلس إدارته والكابتن محمود الخطيب رمز الكرة المصرية. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل جديد عن أخبار الأهلي.